الأبرز اليوم برأيك على صعيد السياسة الخارجية وعلى الصعيد الداخلي أمام الرئيس بوتين والحكومة الروسية؟ يعني ابدا من الصعيد الداخلي. هي طبعا الازمه الاقتصاديه، يعني والكل يعلم ان الازمه الاقتصاديه ليست يعني بفعل العقوبات الاقتصاديه التي فرضت على روسيا، لكنها مرتبطه يعني بالسعر الدولي، السعر العالمي للنفط. ولكن يعني الحكومه الروسيه الان هي في محاولات جاده وبدات تجدي يعني ثمارها بالخروج من هذه الازمه الاقتصاديه، ولكنها هي برأيك دكتور مساله. عمار، النجاح بالسياسة الخارجية ينعكس على إمكانية التعامل مع هذه الأزمات الداخلية بشكل أو بآخر؟ يعني مما لا شك فيه أن الأمرين يعني مرتبطين، لأن السياسة الخارجية، ونحن نرى اليوم يعني الدور الروسي أو السياسة الخارجية الروسية هي باتت يعني متميزة جدا على الساحة الدولية. وكانت هناك محاولات كثيرة غربية يعني وأعلنوها أكثر من مرة بالعزل السياسي لروسيا، ولكننا رأينا أنه في المقابل هناك يعني انفتاح سياسي تقريبا من جميع دول العالم لفهمهم للدور الروسي القادم. والائتلافات السياسية والاقتصادية ستؤثر في المرحلة القادمة، يعني وأذكر منها على سبيل المثال مثلا مجموعة بريكس. يعني هذه المجموعة التي ممكن يعني أن تخيف فعلا الاقتصاد الأمريكي، لأنها تضم الدول يعني التي تمتلك اقتصادات كبيرة وتمتلك يعني أكبر تقريبا نعم. حوالي نصف العالم يعني جغرافيا، والعنصر الديموغرافي أيضا كبير جدا. فلذلك أرى أن يعني ارتباط السياسة الخارجية والسياسة الداخلية هو يعني سيشكل يعني بداية الحل والخروج شكرا. من هذه الأزمة الاقتصادية. شكرا لكما الدكتور سعيد دودين مدير مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام، كنت معنا من برلين، والدكتور عمار قناة أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبل رافقتمنا في هذه التغطية للحوار السنوي للرئيس بوتين مع مواطنيه. شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا